السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبروك عواشركم، مبروك رمضان. هاد الحلقة خاصة للناس اللي عندهم عمرة إن شاء الله. بالنسبة للحويجات خاصة ديال النساء، أنا غندير حلقة خاصة بالنساء. الحويجات الضرورية اللي كتحتاجهم المرأة في عمرة ديال رمضان، وخاصة إلا كانت المدة شوية طويلة. التحضيرات اللي ضرورية من الماكلة، من حويجات، الوريقات، النوع ديال السيكان، الجودة ديال الحويج، كل شيء ان شاء الله. تفاصيل ديال لوازم العمره غيكون اليوم عندنا ان شاء الله في هذه الحلقه هذه المتواضعه. كنتمنى تعجبكم هذه الحلقه، ما تنساوش ديروا ابوني وجيم وشي تعليق زويون بحالكم كيف ديما. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنبداو بالملابس الداخليه. كما كتشوفوا هنا اختاريتهم يكونوا قطن، لان كتعرفوا المملكه السعوديه كتكون الحراره مرتفعه، والانسان مع الحركه ومع الطواف ومع شحال من حاجه والصلاه والتراويح يعني كيبقى الانسان كيدير واحد المجهود كبير وكيعرق اكثر. لهذا قررنا اننا نختاروا حويجات اللي يكونوا قطن. هنايا خديت جوج بيلات ديال السماطي، يعني التريكوات ديال تحت يكونوا مقطنين كيشربوا العرق وباردين في نفس الوقت، كيديروا حتى شي حساسيات. كاين بعض التواب يعني كيكون الجوده ديالهم شويه ناقصه، كيزمتوا اللحم. وهكا الانسان ما يعني ما غاديش يحس بواحد الراحه. خديت جوج فقط، ما نكثروش الحوايج بزاف باش الانسان ما يتقلش. وفي نفس الوقت الانسان ضروري تيبغي يجيب معاه الباروك ديال ديك الارض المباركه، يعني ما نكثروش الحوايج بزاف ونبقاو خفاف. هنايا اختاريت هاد اللون الابيض كما كتشوفوا قطن. قطن هذا صراحه الجوده ديالو زوينه، لان لقيته خديته في العبر كما كتعرفوا انا كنخيط. وخيطتهم من راسي، خديت غير نصكم خيطتهم حنا راسي. كما قلت لكم ضروري الانسان ياخذ القطن وياخذ حويجات اللي يكونوا شويه عراض، باش ما ياخذ راحته بحال هكا في الصلاه في الناس، ما يكونوش مبرصينو، يكون مرتاح فيهم. السريوال كذلك هنايا ديال القطن. هنا كذلك السروال والتريكو ديالو في الباج حتى هما فيهم نسبه ديال القطن، هادو شريتهم. بالنسبه لهنايا غنعزل غير شي حاجه من هاد الحويجات، ما بغيتش نكثر بزاف. هنا غناخذ تريكو هناياكم قطن واحد فقط. وهنا غنختار بالنسبه للبيرميدات يعني سروال قصير، ناخذ واحد فقط. غنختار هذا اللي في الغوز ونحيد هذا اللي في الكري باش ما نكثر الصراحه الحوايج بزاف بزاف بزاف، لان هادشي غيزيد يثقل علينا. هنايا بيجامات، خديت بيجامه هادي خيطتها، الثوب ديال الخيط بارد صيفي وطويله وبالكمام طوال على حساب الانسان يكون في الفندق تصلي على الراحه ديالها. وهنا كذلك بيجامه اخرى نفس المواصفات، حتى هي الثوب ديال الخيط بارد مريحه وفضفاضه باش تصلي بها في لوطيل. بالنسبه لهنايا خديت 3 ديال الخمارات فيهم نسبه ديال القطن، لا باس بها، لان ما يمكنش تاخذ زيوف قطن 100% لانهم كيلصقوا على الحوايج، وحنا بغينا شي حاجه اللي كتكون فضفاضه شويه وما تلصقش، يعني ما تاثريش مع الحوايج، لان كما كتعرفوا الدنيا مخلطه رجاله وعيالات، خاص الانسان ياخذ واحد اللباس اللي هو محتشم. يعني كما كتشوفوا الشكل ديالو، هادو خديتهم جاهزين. نحاول نبعد باش تبان لكم الصوره. هكا كيف ما كتشوفوا راه تيجي طويل في اللبس ديالو. خديت 3 ديال اللوينات على حسب البيسات اللي عندها. خديت هاد الشيبي بارد، باج شويه مغلوق وباج مفتوح. خديت هنايا بونيات ديالهم داروا تحت الحوايج، تحت عفوا الفولارات على هاد الشكل هكا باش ما يهربوش ليها بحال هكا يزلقوا. واخا هما صراحه الثوب هذا ما تيزلقش، ولكن كتبقى هكا شعرها ما تيبانش. هاد الشكل ديالهم صراحه زوين، ولكن تيبقاو مستورين لداخل. بالنسبه للعبايات باش نوريكم كل حاجه علاش اختاريت هذا اللون ديال الزيف. عندي هاد العبايه هذه هنايا عريضه
غادي نرجع الكاميرا ديالي اللور باش نوريكم العبايه مزيان. هي على هذا الشكل هذا، هانتوما كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، عريضه عريضه باش ما تكونش شي حاجه اللي كدير فتنه. الوان عاديين ما كياتيريوش، كميمات اعراض، عندهم واحد البانطه هنا خفيفه وسالين حتى في الصابون ديالهم. خديت هاد العبايه هادي ونوريكم الزيف ديالها اللي غادي يجي مواتي معاها. نطوي كل حاجه باش ما نخربقش الحويجات ويبقى داكشي مقاد في الطي ديالو وما يتكمشوش. هادي خديت لها هاد الزيف هذا، هو هذا خديت لها هذا يجيها زويون كما كتشوفوا، جا مواتي معاه. هي نفس المواصفات، يعني عريضه ما فيهاش يعني زواق بزاف، خفيفه، موديل خفيف بالصديفات كما معرض. خديت لها هاد بلو سيال يجيها زويون كما كتشوفوا، بلو سيال غيجيها زوين. وكذلك عندي جلابه، هذه جلابه ان شاء الله اللي غادي تمشي بها وتأدي بها ان شاء الله. اليوم الاول عندها في جده في الباج. وهذا هو الزيف ديالها، هذا هو البونيه ديالها ان شاء الله، بونيه في الكريمي نفس اللون ديال الجلابه. غادي نطويها نرجعها كيف كانت حيت منيفه باش ما تكمش. بالنسبه للطريبيش ضروري لان كاين الحراره مرتفعه بزاف. هاد الطربوش هذا كان عندي فيه هاد العقيقات، هذا كزواق كان فيه هاد العقيقات هادو، انا حيدتهم صراحه، ما بغيتش شي حاجه اللي كتكون تاثيري، اللهم شي حاجه تبقى سامبل تجي ونرجعهم ان شاء الله. بغيت شي حاجه تكون سامبل بحال هكا عاديه بلاستيك، وحيت كتكون الحراره بزاف. كاين عندها هنايا واحد الفوطات بالنسبه لي كانت الشمس بزاف ممكن دير فيهم مثلا ماورد. خديت هاد جوج قراعي هادو ديال الماورد، كترشهم بهاد الرشاشه هكا، ترشها وديرهم فوق راسها في حاله ما كانت الشمس كثيره بزاف. خديت هاد الفوطات هادو، وحده ديال الوجه، هذه هي ديال الوجه كبيره شويه، هذه كتكون معاها بحال هكا على حساب لا كانت شي حراره دير على راسها. وهذه ديال الحمام كبيره وفي نفس الوقت خفاف على حساب ما يكونش عندها الثقل بزاف. قريعه ديال الماورد. ندوزو حاجه بحاجه باش ما ننسى حتى شي حاجه ان شاء الله نوريكم. بالنسبه لاشنو غتلبس في رجليها، عندي هاد البالغينه هذه خفيفه وصراحه كتوافقها مزيان على حساب رجلها، عندها مشكل ديال القديمه، تعرف الناس الكبار الرجيلات كيمحنوهم شويه. عندي هاد الصنداله هذه ميديكال حتى هي زوينه في اللبسه ديالها، خفيفه ورطبه وخفيفه. وهذه صنداله ضروريه ديال الوضوء، صنداله الميكا. ندوزو الصاك ديال الحمام. هنا عندي هاد الصويك هذا خفيف، درت فيه جميع لوازم الحمام، كيس ديال الصابون، صابونه، الشامبوان، شامبوان قريعه ضروري ديروا لها بحال هكا بلاستيك وسكوتش باش لا قدر الله واخا يعني يكون الضغط بالنسبه للباكاج ما تحلش. وثلاث حلات راه كاينه بلاستيكه وكاين سكوتش داير عليها مزيان. هذا حليب ديال اليدين والرجلين وداكشي باش يبقى واحد. كاينه الحراره راه الجسم تينشف، خاصه الجلده كتنشف، اللهم الانسان يدي مع هاد المرطبات والى اخره. كاين معجون الاسنان، يعني لوازم الحمام كامله بلا ما نشرحهم لكم. كاين ضروري خاصكم تديو معاكم واحد كريم ديال الشمس،
لان كاين الحراره مرتفعه، ضروري تحتاجوا ديروه قبل ما تخرجوا. هنا كذلك عندي الزيوفه ديال حياتي على حسب ديرهم بحال هكا الا دوشات، اولا كانت في الاوطيل بوحدها ولا بغات تنعس ولا شي حاجه ديرهم مرتاحه في شعرها. درت غير جوج فقط، ما نكثرش الحوايج. هادشي اللي تنقول ما نكثرش الحوايج، وفي نفس الوقت كنلقى راسي انني يعني خديت بزاف ديال الحوايج. يعني كتبقى هذه خاصه كتلقى راسك انك فعلا درتي حوايج كثر. معطر، ولكن ماشي معطر اللي كنستعملو في الملابس، هذا ديال مزيل العرق. ما تكونش فيه الريحه مجهده بزاف، راكم كتعرفوا ان الريحه ما خاصناش نديروها في تواجد الرجال، خاصة دابا ان كاين واحد الاختلاط، كاين الرجال كاين العيالات. اللهم ان الانسان يتفادى يدير العطر بالمره. انا ما درتش ليها شي ريحه الا هذا اللي مزيل ديال العرق فقط، وهذا ديال الشمس حتى هو غديرو. كلينكس، درت باكيت ديال كلينكس وحده فقط. عندنا هنايا هاد السكوتش. هاد السكوتش ضروريه غتحتاجوها ملي تكونوا جايين، بحال دابا مثلا تقديتو التمر، تقديتو شي حاجه كتبغيو ديروه في لومبالاج وتسدوا عليه مزيان تما. ما غاديش الانسان راه ديال السعوديه راه ماشي ما فيهاش هاد الشيء، راه كلشي كاين فيها، ولكن الانسان براني في بلاد ما كيعرف فيها حتى شي واحد وما كيعرفش العدد ديالهم، ما كيعرفش من يتقدى. خاصو ما امكن يدي مع حوايجو باش ما يبقاش يضيع الوقت بانه يقلب او انه يبقى يتقدى. او وخاصه ان كما كتعرفوا ان الريال السعودي طالع على الدرهم المغربي، يعني كتكون مصاريف شويه طالعه على العاده ديال الانسان. اللهم يعني كيحاول ما امكن يتقدى داكشي اللي ضروري اللي غيحتاجو بزاف. هنا خديت لها هاد الطابيه هذه بالسلسله، بحال كتبغي دير فيها البسطام ديالها ولا وريقات ديالها تحت من العبايه ولا تحت من الجلابه، وكتحزم بها كتبقى ما كتبان ما والو، وفي نفس الوقت صاينا لها حويجه اللي ضروريين. هنا كذلك هنا لوازم الحمام حيدناهم. بالنسبه للمرطبات او كريم ديال الشمس حتى هو حيدناه. سكوتش غادي نديرها في الجهه الاخرى حتى نوريها لكم ثاني. هذا الصاك، هما كيعطيو واحد الصاك ديال الوراق، ولكن انا صراحه عجبني هذا وخديناه ليها. خدينا لها صراحه زوين الوريقات، التليفون فيه هنايا بلاصه ديال الكود الا بغيتي تسدو بحال هكا، ولكن غيكون غير قدامها هنا الا بغات دير التليفون ديالها ولا الوراق ولا الفلوس ديالها. كيعجبوني بحال هادو فيهم بزاف ديال الشيوبه، يعني كل حاجه ديرها في بلاصتها. وحتى في طريقه الاستعمال ديالو هنايا الا بغيتو ديروا التليفون ولا ليزيات ولا مع المهم كل واحد غادي يدير الحاجه اللي غادي تسلكو في هذا الشيء هذا في هذا السكان. وعنده هاد اليد زوينه كيدار القدام، كيبقى هاد الصاك هذا كيجي القدام، كتركبوا بهذه الطريقه على في اليمين ديالك، اولا بغيتي تحولو كتحول هاد اللعيبه هادي كتحول الجهه الاخرى. هنايا صراحه انيق وعجبني على الصاك اللي تيعطيو الوكالات. هادو هما الحويجات اللي غتحتاج المعتمره، وكاين اللي غادي يضيف شي حاجه اخرى. اهم حاجه غير ما يكونش ثقل بزاف. المهم انا خديت الضروريات اللي وريتكم، غير الضروريات هادو الزيوفه، حتى نوريكم الترتيب ديال الشنطه. هنا دابا حطيت الحوايج هنا بوحدهم، لوازم ديال الحمام هنا بوحدهم، وغادي ندوزو دابا للاكل. هذا هو الصاك ان شاء الله اللي غدير فيه الحويجات. ضروري غتاخذوه بالدراجه ديالو لانه ما تقدرش الانسان يبقى هاز. اللهم دابا كاين غير الجران. بالنسبه للماكله اللي خصنا نوجدو، كل واحد على حسب اشنو تيبغي واشنو تياكل. المهم انا غنوريكم شي حوايج اللي وجدنا. هذا ريشو بالنسبه للناس اللي مقتدرين ماديا وعندهم الفلوس راه ما غيحتاجوش هادشي كامل اللي تنوريه لكم دابا. راه ممكن يخرجوا ياكلوا في الريستورا ولا شي لعيبات بحال هكا، ولكن راه التقاليد تختلف والمأكولات تختلف، والانسان مولف الماكله ديال بلادو. لهذا كاين ناس واخا عندهم الفلوس ما تيبغيوش الماكله ديال بلاد اخرى من غير بلادهم، كيحاولوا يطيبوا داكشي بيديهم. هذا الريشو هذا بالنسبه للناس اللي باغيين يطيبوا، فهو صراحه ماركه ديالو زوينه، لاماكوم. ما كنديرش الاشاره لها، ولكن صراحه عجبني. لهذا عطيتكم السميه ديالو الناس اللي باغيين يشريو.
وراني كدرت حلقه خاصه عليه بشحال الثمن ديالو، مواصفات الى اخره. وهذا البريز ديالو شويه الخيط ديالو قصير، خديو شويه قصير، فخدينا معاه هذا الخيط هذا ديال الضو الطويل. هذا الخيط طويل فيه 3 ديال البريزات على حساب شارجور ديال التليفون. انا تخدم معك كذلك هاد الريشو هذا، وكيبقى واحد الاحتياط لو بغيت تخدم شي حاجه اخرى. بغيت تطفي ولا تشعلو راه عندك طريقه الاستعمال سهله بزاف، ولكن اللي ضروري في هاد البريزات وهو بريز ميريكان. لان كما سمعت بزاف الناس كيقولوك بانهم ما عندهمش بريزات بحالنا حنايا، عندهم بريزات اخرين. بريز ميريكان هادشي هذا هو السميه ديالو اللي سولت عليه، وانا خديته دابا. هذا هو البريز ميريكان اللي معروف عندنا حنا كنقولوا ميريكان، او السميه ديالو هنايا مكتوب فيه اوروب. فيه 3 الانواع ديال هاد الريوسه هادو. كان هذا شويه غليظ، لما بغيناش كنديرو ليه هكا كندخلوه بلاصتو وكنفيكسيوه. ما بغيتيش حتى هو كترجعو بلاصتو وكتخدم. كاين بريز اخر نوع اخر على حسب اشنو غتلقى. اللي لقيتيه غتخدم به. عندك هنا 3 الانواع. هذا رق منه شويه وفيه هاد التقيبات بحال هكا. ما بغيناش كندخلوه ونفيكسيو الجهه الاخرى ما تيخرجش. هذا كذلك ما بغيناش غندخلوه ونفيكسيوه. ها هو تفيكسا، ها هو تفيكسا. بغينا نخرجوه غنخرجوه بهاد البوطونه، نفس البوطونه. وعاد كنخشيو في هاد البلاصه هادي البريز اللي عندنا حنايا كيف ما بغى يكون النوع ديالو دابا، فهو ساهل ماهل بحال هكا. وراه فيه هاد البوطونه الحمراء هادي ملي كيكون خدام راه يبان لينا هذا راه شاعل خدام. وباش زوين هاد الخيط اللي خدينا فاحنا كنتحكموا في الضوء، كنطفيو او كنشعلوه باش الانسان لا قدر الله يكون شويه فايق باش ما يوقعوش شي حوادث خايبه لا قدر الله. صافي. الشارجور طبيعه الحال ديال التليفون ما نساوش انه ضروري. ما تاخذوش شي حاجه ديال شينوا ديك الماركه العيانه، خذوا حاجه مزيانه ولا عندكم حاجه مزيانه ديوها معاكم. ما ديروش شي حاجه تقدر تخلق لكم مشاكل، خاصه ان كاين درجه الحراره عاليه بزاف. هنايا جمعت العطريه العاديه اللي عندنا، كل واحد يدي على قدو، ماشي شي حاجه كثيره. كذلك ورق ديال الزيتون. نحل لكم هنايا نكتشفوا حاجه بحاجه. خديت ورق ديال الزيتون، خديت اليازير، كمون، كاين شويه ديال القزبر هنا مطحون، كاين الزعتر هنا كذلك. انا خديت فريعات فيهم الحلبه. هادشي صيبته لراسي، طحنته لراسي، حاجه نقيه. هنايا الزعتر مطحون مع اليازير، بحال كتبغي ديرو في شي حسوه ولا شي حاجه. شويه العطريه، كل حاجه منها شويه شويه شويه، معلقه باش تهز العطريه. كاين هنايا موس تقدر تحتاجو، معلقه صغيره، فرشيطه، معلقه كبيره، ومغرفه صغيره. هادو ممكن تحتاجهم، درتهم ليها هنا في هاد السوبيره هادي. هنايا خديت حتى تبارك الله العمره ديال رمضان غادي تلقاهم العيد تما، فانا صيبت لهم شويه ديال الحلوى، 2 انواع ديال الحلوى فقط. وديت ليهم كذلك الجبن المثلث. خديت يعني معلبات ديال طون اللي بلاصوص ديال مطيشه، وخديت اللي كذلك اللي بالزيت، كذلك طون اللي بالزيت، معلبات. هادشي اللي ممكن، الحاجه اللي غادي تصبر، واخا هادشي كتعرف انه ماشي صحي 100%، ولكن هادشي اللي غادي يصبر. خديت 2 باكيت ديال اتاي. كمغاربه راكم عارفين راه ما كنستغناوش على اتاي فيما مشينا، راه كاين نديو معنا باكيت ديالنا، حيت هما عندهم تما غير داك ليبطون، ما كتلقاش اتاي ديالنا هنا المغربي، ولا كان ما عرفتش ما غادي يكون الانسان غيبقى يقلب على الحاجه. هنا خديت صيبت شويه ديال المملحات، خديت شويه ديال السنطيط هو صيبته. هادشي كامل حاطه الحلقات ديالو اللي بغى يرجع ليهم.
هنايا صيبت شويه ديال قريشلات، كل واحد اش كيسميهم، كيكعات، قريشلات حلوين. هاد الاولين كانوا مالحين والثانيين حلوين. شويه ديال الشباكيه. بالنسبه للادويه كل واحد يدي على حسب اللي عنده شي مرض ولا شي حاجه يدي الدواء ديالو. بحال انا اذا محتاجين هذا ديال الكواطخ، كاين ديال هكا ديال التشنجات، واحد ديال السخانه والراس. هذه كاينطه ممكن يحتاجها الانسان تما ديال الطياب. وهنايا غبره ديال ميكروب. بالنسبه للادويه راه موجوده تما، والانسان اللي مكلف بالمعتمرين ديالو او الناس ديالو راه هو كيجيب لهم الدواء، كيجيب لهم كلشي فابور، ولكن كيبقى هادشي احتياطي. فحال ما الانسان مرض بالليل ولا شي حاجه كيلقى الدواء ديالو عنده، يقدر ما يوافقوش شي دواء اخر. اللهم الانسان يدي الدواء ديالو فقط. هنايا درت 2 كيسان ديال اتاي صغار، وهذا كاس الماء او كاس الماء ولا كاس ديال الحليب ولا اللبن. هذه جبانيه، درت جبانيه وحده، وطبسيل 2 حكاك صغار ديال المطيشه، ودرت القمح مفسخ على حساب الحريره داك الحسوه. درت هنايا السميده كذلك على حساب الحسوه، كل حاجه منها شويه. درت هنايا البلبوله على حساب هي الحسوه. شنو اخر؟ هنايا برا وخيط ممكن تحتاجوهم بحال هكا لشي حاجه، لا تشرقات تبغيو تخيطوها ولا. المهم كيبقى هادشي غير احتياط، ماشي شي حاجه اللي ماشي حاجه ضروريه، وفي نفس الوقت راك تحتاجوهم. هذه حلفه صغيره بحال هكا تبغي تغسل الكيسان ديالك ولا المعينات ديالك. عندنا هنايا يعني مسحوق ديال غسيل الاواني وديال التصبين. عندنا كذلك صابونه ديال التصبين. وهنايا عندنا مقص صغير تحتاجوا تقطعوا بسكوت تحتاجوا لشي حاجه. هنايا عوده ديال الودنين. عندنا مقياس ديال الضفران ضروري، هذا غيكون في اللوازم ديال نديرو مع لوازم الحمام. عندي كذلك هنايا نوع من لي بات، وعندي سباكيتي حتى هي وحده ديال نص كيلو، او لا ما تنظنش نص كيلو واقيل، نص كيلو. بلاتي نشوف اشنو باقي عندي. عندي هنا بلاستيك صغير ممكن تحتاجوه تما حتى هو. درت واحد شويه ماشي بزاف، خفيفه بزاف، ما كاينش شي حاجه كثيره هنايا. المهم لا تفكرت شي حاجه غنعاود نوريها لكم. وحتى الخبز حتى هو ما نسيناه، حتى هو درت تخبيزات ديال الدار ديال الفران وبالبيضات صغيورين. مادام عندنا الحق في تقريبا 23 كيلو في 23 كيلو، 2 شوانط بقاو شوانط خاوي، فضفت هاد الاضافات هادو. اما بالنسبه للطريقه اللي غنرتبوا بها الحويجات، هانتوما كيف ما غتشوفوا كل شنطه خاصني ما تكونش فيها تقريبا 22 كيلو، حيت عندك الحق ديال 23. يمكن الانسان يحاول ما امكن ما يوصلش 23. غنوريكم طريقه الترتيب. هنايا بالنسبه لهاد الجيوبه اللي عندي لداخل، هاد الجيوبه اللي عندي لداخل ندير فيهم ملابس داخليه. غادي ندير هنايا كل هنايا مع الزيت ديالها. ها هو الزيت ديالها هنايا. هادو ديال الصماطي معهم سلولات. هادو الفوطه ديال الوجه كذلك. هادو الزيوفه ديال الراس.
صراحه كل واحد غيرتب بالطريقه اللي غادي تناسبه هو. انا غادي غير ندير لكم طله خفيفه بحال هكا. المهم حاولوا الحوايج اللي عندك شي حاجه كتهرس تكون مغلفه بالثوب ولا بالكرطون. هنايا صافي كملت صراحه الجميع ديال الشنطات، ما واخا تيبان لكم عامرين بزاف ما وصلوش حتى 20 كيلو في الوحده. هنايا درت حتى البطبوط صغيور ودرت الخبز اللي وريتكم قبيله، كلكمتو بهذه الطريقه هذه ورتبتهم. ضروري خاصنا شابو. وهنايا علمت الشنطات، درت فيهم هاد الطريزه خفيفه غير بيديا كيف ما كتشوفوا. درت هنا كذلك حيت البوالات تيتلفوا على بعضياتهم. وحاجه اخرى ننصحكم بها ان كل جيب ديال شي شنطه، كل جيب ديروا فيه ورقه بحال هذه، ورقه صغيره تكتبوا فيها السميه ديال الشخص اللي غادي في مول هاد البوالز مثلا وهاد الشنطات، السميه، النمره ديال التليفون والعنوان. بعض المرات كيتلفوا البوالز، لكن كاين الناس اللي عندهم ضمير صراحه كيعيطوا. والاخرى حتى هي الطريقه باش جمعتها مزيان بهاد الحزام. والصلاه على النبي. هذا السكادو ديال الظهر، حتى هو غادا نديرو هنايا في هاد الشنطه هذه. ضروري باش تما انسان كيبغي يهز مع الزربيه ديالو قريعه ديال الماء، شي حاجه خفيفه مثلا ياكلها. ملي كيحيد الانسان الصباط ديالو كيديرو بوشيطه، خاصو يديرو في شي حاجه اخرى باش يبقى خفيف في الايد ديالو، ما تكونش شي حاجه مثقله عليه. اللهم سكادو حسن. هذا بالنسبه لهذا الصويك الصغير هو اللي غادي تهز فيه يديها بالنسبه للطياره الفوق. كذلك هذا الصاك هذا غادي تركبوا قدامها فيه الورقات كاملين، ورق ديال الطياره، باسبور، لاكارت ناسيونال، فلوسها الى اخره. الله يوصل جميع المسافرين ان شاء الله بخير وعلى خير، عمره مقبوله. ما تنساوناش من الدعاء لجميع الناس اللي مسافرين للديار المقدسه لديك الارض المباركه. ما تنساوناش من الدعوات ديالكم وعمره مقبوله باذن الله. وكنتمنى لكم فت الجميع. ما تنساوش ديروا ابوني، جيم، شي كومونتير زويون بحالكم. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. أمي جنة الله يقول، أمي عاد الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا وبيها طوف. أمي جنة الله يقول، أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف، أمي دنيا وبيها طوف. أمي دكتورة ودواء، أمي عز من الهوى، أمي ما تعرف حبك، أمي أمي دكتور